عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة سوما شانيل. اليوم ان شاء الله وبما اننا على ابواب الشهر الكريم شهر رمضان كيكثر الطلب وكيكون طلب كتير على الريب المنزلي او ياغورت المنزلي، وبزاف ديال الاخوات كيتشكاو من انهم ما كيجيهمش الريب ديالهم عاقد، ما كيتجمعش ليهم مزيان. اذا اليوم غادي نقدم لكم هذه الوصفه الناجحه 100% بل مليون بالمئة، خصوصا اذا تبعتوا معايا جميع المراحل. إذا بقاو معايا نشوفوا المكونات والطريقة. إذا لتحضير الريب المنزلي كنحتاجو لتر من الحليب، من الأحسن يكون حليب ديال المحلبات، أنا ما توفرش عندي استعملت هذا. عندنا ياغورت بنكهة الفاني، هذا أصيل، من الأحسن يكون عاقد ما نديروش هذاك الكريمي. 3 المعالق ديال السكر سنيده، 3 المعالق من الحليب المجفف، وساشيه ديال فاني. كناخدو ضرب كهربائي، خلاط كهربائي عفوا، كنديرو فيه نصف لتر ديال الحليب، نضيفو عليه ياغورت بنكهه الفاني. كنستعملوا هاد ياغورت باش يجينا عاقد اكثر، حيت لا درنا هذاك الكريمي كيكون شويه ما عاقدش، ما كيجمعش لينا الريب ديالنا مزيان. ولا توفر الحليب ديال البقر كيكون احسن من هذا ديال الساشيات، ولكن حتى هذا كيجي مجموع. عندنا هنا 3 المعالق ديال الحليب المجفف وساشيه ديال الفاني، كتبقى اختياريه، يمكن لنا نستغناو عليها. كنجمعهم كنخلطهم هكا في الخلاط الكهربائي. كناخذوا نصف لتر ديال الحليب المتبقي كنديروه في كاسروله، ونضيفوا عليه 3 ملاعق ديال السكر، كيبقى حسب الذوق، ولكن ما نكثروش السكر بزاف لانه ما غاديش يتجمع لينا الريب ديالنا، ما يجيش عاقد مزيان. كنخلطوا في السكر ديالنا هكا مزيان، ومن بعد غنديروه فوق النار حتى يغلى. كناخذوا الحليب اللي خلطنا فيه ياغورت والحليب المجفف والفاني ديالنا، وكنضيفوا عليه الحليب نصف لتر ديال الحليب الاخر تكون مازال سخونه. نخلطوها بشي ملعقه، وكنصبوهم في الكيسان ديالنا. يمكن لكم تستعملوا كيسان كبار اولا صغار على حساب اللي كتبغيو نتوما. انا كندير هادو كبار لانني نقدر ندير فيهم هكا لي فخوي. كنصبوا الكميه في كيسان او جبيبنات، من بعد ما كنصبوا هاد الكميه كناخذوا طنجره فيها كنديروا فيها الماء غليان، كتوصل الكيسان ديالنا على النصف، وكنجمعوا كنسدوا عليها، نخليوها ليله كامله تبات فشي بلاصه، كنغطيوها بشي بحال هكا شي مانطه سخونه ولا شي حاجه، كنخليوها تبات ليله كامله. ومن بعد كنحلو عليه الى لقيناه مازال ما عاقدش، كنديروا الماء سخون مره اخرى ونعاودوا نسدوا عليه، وصل ليهم غير النصف. ولكن انا ما عمرها ما وقعت لي انه يصبح ما مجموعش، يصبح لي ديما عاقد غالبا. دونك غادي نحيدو من الماء ونغطيه بالسلوفان. كنحيدهم كاملين ونغطيهم بالسلوفان كيف ما قلت من قبل. بهذه الطريقه غطيتهم. الا كانوا عندكم درتوه فشي سوبيرات صغار هكا مغطين ماشي مشكل بلا ما ديروا السلوفان، وكنديروه في الثلاجه كيزيد يبرد وكيزيد يعقد لينا.
وهذا هو الشكل ديالو. كيف كتلاحظوا انه كيجي عاقد وبالصحه والراحه.